بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الاهلي يتعادل مع سموحه سلبيا. سريعا كده، دخل النادي الاهلي بتشكيل: في حراسه المرمى محمد المنشاوي، 4 في خط الظهر اكرم، ربيعه، عبد المنعم ومعلول، 3 في نص الملعب. وليه يعني ليه امام وليه قفشه في نص الملعب؟ هنجي لها دلوقتي. مروان وقفشه وامام، ومثلث الرعب صلاح محسن وكريم فؤاد وحسين الشحات. فين بيرسي تاو؟ فين بيرسي تاو؟ فين موديست؟ هل مصاب فعلا، ولا هل هو خلاص خارج حسابات النادي الاهلي فمتجمد لنهايه الموسم، ولا هل ظروفه ايه؟ محدش فاهم. بدأ سموحه المباراه هو اللي ماسك كوره، هو اللي ضاغط، هو اللي مستحوذ على نص الملعب. كل حاجه سموحه كان مسيطر عليها. السكند بول كانت بتاعت سموحه. في اول 5 دقائق سموحه ماسك عليه الكوره، لعيبه الاهلي تايهه. بدأت تمسك كوره في الدقيقه 30، بدأنا نقول الحمد لله على السلامه، واول تسديده واول فرصه لامام. يعني لو هنحسبها فرصه فهنمشيها فرصه في الدقيقه 34. ده اول يعتبر، يعني اول سلام بنسلمه على الهاني سليمان، اللي هو ازيك انت معانا، انت جيت النهارده الحمد لله. في الدقيقه 34 لامام عاشور. بلا استثناء اللعيبه كلها تايهه، بلا استثناء مفيش لاعب مش تايه في الملعب. حتى اكرم توفيق، اداء اكرم توفيق مش ده اكرم توفيق. ربيعه ده متعودين عليه كده. عبد المنعم زي الزفت. محمد عبد المنعم التناكه الزايده والحته الانعاره الانزاحه الكدابه بتاعته دي مش حلوه، وكانت هتكلفنا هدف و2. بس سموحه، والله سموحه فريق محترم. انت بتلعب فريق محترم، فريق ما عندوش فكره، فريق نازل عايز يرص الاتوبيس. حتى الهجمه المرتده مش عارف يعملها عليك. يعني في الشوط الثاني كان عنده ان هو يسجل جول واثنين وثلاثه على النادي الاهلي بهجمات مرتده واخطاء من لعيبه النادي الاهلي في الباص. فريق كان عنده فرصه ان هو يخلص بجول واثنين وثلاثه، بس فريق محترم ولاعيبه كيوت. وحسام حسن كل ما يستلم الكوره كل تفكيره وكل شغله الشاغل ان هو ياخد فاول، مش مهم اي حاجه ثانيه. تشكيله زي الزفت. حارس من اول حارس المرمى لحد السفاح الجوليادور صلاح صلاح محسن. هتتكلم فني ولا هتقول مين اللي ادى دوره، او المفروض كان ايه اللي يحصل في نص الملعب، او هنقول مروان عطيه مثلا ما اداش دوره انه يعمل الكثافه العدديه. امام عاشور مش عارف حسدناه ولا هو دخل. يمكن الحاجه الحلوه او الحاجه اللي ظاهره هو عمل كام كوره بس. مش هنقول امام عاشور بتاع الماتشات اللي فاتت او اداء امام عاشور بتاع الماتشات اللي فاتت، بس مش هتقدر تلوم امام عاشور في وسط مع 9 لعيبه في الملعب ضايعين. 9 لعيبه حرفيا. انا مش فاهم الشحات دوره ايه النهارده. انا مش فاهم صلاح محسن كان حلو فيه او كان دوره ايه في الملعب. قفشه دوره ايه في الملعب. اكرم انت باك مدافع بس، يعني ما ينفعش ان انت تكمل وتعمل اوفر والكلام ده كله. معلول مش هقدر اتكلم على معلول. انا مش قادر اتكلم على معلول. لاعب زي معلول وبحجم معلول وبقيمه معلول مش انا اللي هتكلم على معلول. خلينا بس في المعاتيه والشلل اللي عندنا. انا معاك ان التغييرات اتاخرت لحد الدقيقه 80، بس انت لما تيجي تبص على الدكه كده، يعني هو الراجل هينزل مين؟ قول لي كده الدكه مين اصلا كده في النادي الاهلي؟ يعني تعالى كده شوف مقاعد البدلاء عليها مين. هينزل مين؟ بينزل لي زعلوك. زعلوك وعبد القادر، وهم دول اللي هيجيبوا سموحه في شوال. هم دول اللي هيجيبوا سموحه في شوال. لا اطراف شغاله، ولا وينجات شغاله، ولا مهاجم شغال، ولا اي حاجه شغاله النهارده. مفيش ولا ادوار نص ملعب، ولا ادوار صانع لعب انه يستلم ويسلم، او انه يفتح لعب، او انه يرفع عين. مفيش الكلام ده. انسى الكلام ده. قفشه كان بيستلم الكرة كل همه ان الحمد لله انا ابص حواليا مفيش حد ارجعها تاني. انما استلم واسلم ومرر والكلام ده كله، واشوف جمل بتتعمل في الملعب، واشوف جمل واشوف مثلثات بتتعمل، واشوف لا مركزيه من المفروض لعيبه بحجم لعيبه النادي الاهلي. طب انتوا ايه حجتكم؟ ايه مشكلتكم؟ بس المشكله مش عليكم، المشكله على اداره فاشله. وهفضل اقول المشكله على اداره فاشله. بتبتدي بخساره سوبر افريقي، بنكملها بخساره السوبر ليج، بتكملها بنتائج سلبيه في الدوري، بتكملها بهزيمه. انت كده بتخسر دوري. يعني انت خلاص كده بسم الله الرحمن الرحيم انت بتبتدي هزيمه دوري. تعادل مع جونه، تعادل مع سموحه، الله اعلم الماتشات اللي جايه عندنا. هيبقى عندنا ماتش في افريقيا مع يانج افريكانز. هو يعني استبعد ان احنا نكسب. حته ان احنا نكسب يانج افريكانز بره دي استبعدها خالص من قاموسك، شيلها من حساباتك. فانتوا ايه حجتكم؟ ايه حجتكم؟ انا كان نفسي صلاح محسن يجيب جون عشان يعمل لي هص. انا كان نفسي تجيب جون عشان تقول لي هص، والله مش عشان حاجه تاني. حسين الشحات انت نجم، انت افضل وينج في مصر. كريم فؤاد مش مركزه.
كريم فؤاد لما تيجي تتكلم على كريم فؤاد في المركز ده مش بتاعه. هو راجل وبيلعب بحماس وبيلعب بغيره وبيلعب بحب وانتماء والكلام ده كله، بس ده مش مكانه، وهنفضل نقولها مش مكانه. هو كويس، كريم فؤاد لعيب نشيط، لعيب يقدر يعمل لك ازعاج، انما مش في مكانه. حته واحد على واحد دي مش معاه خالص. هو باك، هو حافظ ادواره كويس، حتى لو عدى كل اللي في فكره ان هو هيعمل كروس هيعرض، انما رقص او اشوط او الكلام ده هو مش مكان كريم فؤاد. انما لما تيجي تبص على الدكه، خالد عبد الفتاح، نبيل كوكا، ديانج، سوليه، هاني، ياسر، شوبير، باستثناء شوبير، مين اللي يقدر يصنع لك الفرق في حاجه زي كده؟ مين يقدر يصنع لك الفرق في حاجه زي كده؟ فين بيرسي تاو؟ فين موديست؟ فين البني ادمين؟ فين البشريه دي؟ الناس دي مش معانا. رضا اصل احنا فلوسنا حرام، ما تفهمش. حتى الاجانب اللي بتجيبهم، يعني يوم ما بنقول واحد ربنا نفخ في صورته كويس اصابه، الله اعلم بقى يرجع بعد 3 اسابيع، بعد 3 شهور. الاصابات عندنا بتاخد راحتها وبترحرح شويه. نيجي لكولر بقى. كولر بيرجعني يعني بيرجعني لايام الزمن الجميل وايام فايلر، لما كان خلاص بقى في كلام ان هو هيمشي وان هو مش هيكمل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي من توب ليفل في الاداء لحد داون ليفل، تحت خالص، تحت. بيفكرني بالفتره الجميله دي. فيا عم كولر الله يرضى عليك، لو في عرض ممكن يمشي يا جماعه. احنا مش واخدينه اسير يعني. الراجل مش واخدينه اسير، جاي له عرض يتكل على الله، جاي له عرض نجيب مدرب غيره ويكتب تاريخ تاني مع النادي الاهلي وغير بقى. انما هنفضل بالمنظر ده وبالاداء ده، سواء من لعيبه او مدير فني او اداره نفسها. هي كتير والله العظيم كتير. ما تخسرش الدوري بالاداء ده بالمستوى ده. هو كان باين عليك في بدايه البطوله الافريقيه اللي هي السوبر ليج، انت من 4 ماتشات تعادل 3 وخسرت ماتش. يعني انت 4 ماتشات بتلعب فيهم ماتشين سيمبا ما كسبتش ولا ماتش كسبتهم من ال4. وادينا شفنا بطوله افريقيا كنت بتلاعب فريق تعبان مله لحد الدقيقه 67 68 على ما قدرت ان انت تسجل. فكده كتير. لو في عرض الكولر او في اي حاجه، يا ريت الاداره تقعد معاه تتكلم معاه. محتاج فلوس زياده، شوف في مقدره الاداره التعبانه بتاعتنا انها تدفع، اهلا وسهلا. مش في مقدرتها تتكل على الله وشوف مدرب ب 3 جنيه الا ربع تاني. الموضوع بسيط، والموضوع ما فيهوش اي منكش وما فيهوش، مش عويص الموضوع. كده احنا بنقدم كوره زي الزفت، فما فيهاش مشكله لما يجي لنا مدرب ويبقى زفتين ونستحمل شويه لحد ما الفريق يقف على رجليه تاني. انما انت هتفضل بالاداء ده لحد كاس العالم. اوعى بقى تقول لي ان انت مش عايز تمشيه، خايف على كاس. اصل مش هنروح ناخد كاس العالم. لو انت خايف ان احنا نخسر كاس العالم فاحنا مش هناخد كاس العالم. ريح نفسك وحاول حاول تلحق او تنقذ ما يمكن انقاذه. انت لسه في بدايه السيزون، مدرب عايز يتكل على الله يتفضل اتكل على الله، ابتدي اشوف مدرب جديد. انما بالاداء ده وبالاسلوب ده وباللعيبه دي، ولو ما فيش قرار من مجلس اداره النادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب او كابتن خالد بيبو اللي هو مدير الكره، مش فاهم مدير الكره ازاي، بس مدير الكره مشيها مدير الكره. لو ما فيش قرار من الناس دي خلاص اللعيبه دي هتفضل كده. وحلني بقى على ما تفكر اصلا تمشي لاعب او تدي عقوبه للاعب او اي حاجه من الحاجات دي كلها. فحرام حرام حرام نشوف النادي الاهلي بالتدهور وبالمستوى ده، خصوصا ان انت ما خرجش من عندك لاعب نقول لا ده اثر على الفرقه. ما خرجش لاعب او 2 يقولوا لا ده كانوا شايلين الفرقه. هو السكواد اللي خد بطوله افريقيا السنه اللي فاتت، هو اللي خد الكاس مصر، هو اللي خد السوبر المصري، هو اللي خد الدوري. هو السكواد وهو الفريق. بل بالعكس جه تدعيمات وتدعيمات قويه، واحد زي امام عاشور. فما فيش مبرر لادائك ده ومنظرك ده في الملعب. ما فيش مبرر. ما فيش مهاجم في الاهلي يا راجل بلا حرق الدم. في النهايه هارد لك لجمهور النادي الاهلي، هارد لك للنادي الاهلي. نتمنى التركيز، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في المرحله اللي جايه. سلام.